السلام عليكم. احنا مش جايين النهارده نتكلم عن التكييف ال جي، لا عن مميزاته ولا عن عيوبه. احنا جايين نتكلم في حاجه اهم من كده بكتير. تابعوا معانا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه هي. هنتكلم النهارده عن التكييفات بصفه عامه. ايه مقاس التكييف اللي هيركب في المكان الصح والمناسب؟ المواسير الداخليه اللي موجوده جوه التكييف، النحاس الافضل ولا الالومنيوم؟ ميزه البلازما اللي بتسحب الروايح وتقتل البكتيريا، هل هي فعاله ولا اسم على الفاضي؟ الانفرتر وتوفير الكهرباء، نشتري تكييف انفرتر ولا نشتري تكييف عادي؟ في البدايه كده، مقاسات التكييفات اللي موجوده داخل مصر بتتراوح ما بين 1.5 وال2.25 وال3 وال5 حصان، ودي المقاسات الشائعه في البيوت بتاعتنا. ومفيش تكييف اقل من 1.5 حصان. في بعض عملاء بتيجي تقول لنا يا جماعه انا عندي مساحه صغيره فعاوز تكييف 1 حصان او 1.25. مفيش تكييف اقل من 1.5 حصان. طب المقاسات اللي احنا قلناها، ايه المساحه اللي تلائمها اللي تتحط فيها؟ ليها حسبه من 2. اول حسبه وهي صعبه شويه، ان احنا هنضرب الطول بتاع المكان في العرض في الارتفاع في 250 ونقسمه على 8000، هيطلع لنا رقم نقربه لاقرب رقم صحيح. الحسبه الاسهل ان احنا التكييف ده مثلا لو هيتحط في غرفه في دور اخير منه للسطح ومنه للشمس، الحصان هيكيف 8 متر. طيب التكييف ده لو هيتحط مثلا في غرفه وفوقها ادوار متكرره، يبقى الحصان هيكيف 10 متر. طيب هيحصل ايه مثلا لو قلنا مش مشكله يا جماعه التكييف هنزود 2-3 متر مش هيجرى حاجه، وكده كده التكييف هيغطي المساحه دي؟ هيحصل مشكله من 2. اول مشكله ممكن تحصل ان التكييف هيفضل شغال لفترات طويله من غير ما يفصل، فهيستهلك كهرباء كتير. وتاني حاجه ان التكييف لما يشتغل فترات طويله احنا بنستهلكه وبناخد من العمر الافتراضي بتاعه. العيب التاني ان الشركه لما تيجي تصينه في حاله الاعطال هتقول التكييف ده بره الضمان لانه راكب في مساحه اكبر من المساحه اللي لائمها. فلازم نكون حريصين ان التكييف يركب في المساحه بتاعته عشان ناخد اقصى كفاءه وقدره من التكييف.